السلام عليكم، مرحبا بكم متابعينا الأعزاء. إليكم اليوم 6 نصائح لتتعرف على المنتجات المزورة. من المعروف أن هناك العديد من الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكمبيوترات المحمولة وغيرها يتم التزوير والتقليد بأخرى دائما، وفي بعض الأحيان تكون النسخة المزورة قريبة الشبه جدا من الجهاز الأصلي، مما يجعل من الصعب التعرف عليها ومعرفة النسخة الأصلية من المزورة. لذلك في الفيديو التالي سنزودك ببعض النصائح لتستطيع التفرقة بين الأجهزة المزورة والأصلية. أولا، تحقق من العبوة. ربما يجب عليك التحقق من عبوة الجهاز قبل شرائه، فيجب عليك التحقق من بعض الأشياء مثل الشعار والحواف وتغليف الجهاز. ففي الجهاز الأصلي تجد كل شيء في مكانه الصحيح وبصورة مثالية، فلذلك إذا وجدت بعض التفاصيل غير موجودة أو مهملة ففي الغالب ستكون هذه السلعة غير أصلية أو مقلدة. ولا تنسى أيضا التحقق من جودة الطباعة، فيجب أن تكون الكلمات المطبوعة على العبوة واضحة وقابلة للقراءة، ويجب أيضا أن يكون النص متطابق مع كل العبوات الأخرى. ثانيا، هل كل شيء بمكانه الصحيح؟ وعليك أيضا هز العبوة قليلا بيدك، فإذا سمعت صوت جلب بالداخل أو أحسست بشيء ما يتحرك بداخل العبوة فننصحك بعدم شراء هذا الجهاز. والسبب في ذلك أن الشركات الكبرى المصنعة للأجهزة الأصلية تضع في اعتبارها إمكانية نقل الأجهزة من مكان لآخر، فبالتالي يقومون بوضع كل قطعة وكل أداة في مكانها بطريقة مناسبة وصحيحة. فإذا كان المنتج أصليا فلن تسمع جلب لأي شيء يتحرك بالداخل عن هز العبوة. ثالثا، دليل الإرشادات. لنتحدث الآن عن الكتالوج أو دليل الإرشادات الذي يكون مرفق مع كل جهاز، والذي يعتبر بمثابة جواز السفر لهذا الجهاز، وفيه تجد كل الإرشادات الخاصة بهذا الجهاز مكتوبة بلغة البلد الذي تعيش فيه. ولذلك فإذا وجدت التعليمات أو الإرشادات بهذا الدليل مكتوبة بلغة غير لغة الدولة التي تعيش فيها ففي الغالب يكون الجهاز نسخة مزورة وليس أصليا. رابعا، المواد الخام. وهناك شيء مهم آخر يجب عليك الانتباه إليه، وهو أن الشركات الكبرى لا تهتم ولا تقصر في شراء المواد الخام العالية الجودة من أجل منتجاتها مثل البلاستيك والمطاط والألمنيوم. لذلك تجد أن الغطاء الخلفي للمنتجات الأصلية يكون في الغالب معدني وناعم الملمس، بينما يكون غطاء المنتج المقلد عبارة عن بلاستيك مطلي ويكون خشن الملمس قليلا. خامسا، شعار المنتج. ونأتي في هذا الجزء لما قد يكون أهم جزء بالموضوع، ألا وهو شعار المنتج. فشعار أي منتج هو أهم ما يميز المنتج، وغالبا ما يكون مكتوب بوضوح وفي أماكن من الصعب مسح الاسم من عليها، كما يجب أن تكون كل الأرقام والعبارات والكلمات المكتوبة على المنتج متطابقة. ففي النسخ المقلدة تجد اسم المصنع مكتوب بأحرف صغيرة وغير واضحة، أو قد لا يتم كتابته من الأساس. سادسا، شاحن الجهاز. يجب عليك أيضا الانتباه إلى الشاحن، فمن المفترض أن يكون مقبس الشاحن مناسب لطبيعة وكهرباء البلد التي تعيش فيها. فمثلا إذا كنت تعيش بأوروبا فيجب أن يكون الشاحن مناسب لهذه المنطقة، وإلا فلن تستطيع تشغيل الشاحن عن طريق المقبس العادي. وشيء آخر يجب وضعه في عين الاعتبار بما يتعلق بالشاحن، ألا وهو أن طرف الشاحن والذي يتم توصيله بالجهاز المحمول عادة ما يكون مدبب الطرف إذا كان أصليا. وأيضا إذا قمت بمحاولة إدخال مقبس سماعات الأذن أو الشاحن ووجدتها غير ملائمة لمكانها فربما عليك عدم شراء هذا المنتج، لأنه سيكون في الغالب نسخة مزورة وغير أصلية. وأخيرا، فإن المادة التي يتم صنع سلك الشاحن منها تكون لينة وذات لون موحد، كما أن رقعة البيانات يجب ألا تمحى بسهولة. فعليك إذن الانتباه لكل هذه التفاصيل إذا أردت شراء منتجا أصليا وغير مزورا. نشكركم للمشاهدة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك.